عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وفي رسالة جديدة. اليوم كالعادة باش نعملوا مع بعضنا وصفة سهلة اقتصادية وفيسع فيسع تحضر، اللي هي طاجين التوك. طاجين سهل على الاخر، بطن ماهوش باللحم وماهوش بالدجاج، يعني مكونات الكلها بريسك حاضرة. كانش واحد باش يقلي كعيبة بطاطا وكهو وفيسع فيسع يحضر الطاجين متاعو. كيما قاعدين تراو فيه عملتلو شوية هكا زينة من فوق بالفخوماج، حويجة مزيانة بريزونتابل، يعني واحد يزين بها الطاولة متاعو. ان شاء الله كان خلينا ربي حيين في رمضان ويلا هكا مع الفطور ولا مع العشاء، كي يبدا عنده ضيف ولا حاجة ينور بها وجهه. كما قاعدين تراو حويجة تعمل 66 كيف. وتوا باش نتعداو للمكونات متاعنا اللي هما بساط على الاخر. اول حاجه باش نبداو بها باش نقشروا كعبشين بطاطا ونقصوهم صغيرين على الاخر. ومن بعديكا باش نحط لهم شويه كركم ونحط نقليه. الطاجين متاعنا اليوم فيه شويه طن، شويه قوطه، عظم مسموطه، جبن طن، زيتون كبار، فخوماج تريانجل هذاكا، فخوماج غابي، الحاسيلو نتنوش من كل حاجه شويه باش نعملو طاجين مزيان وبالطن كما قلت لكم، مش بالدجاج ولا باللحم ولا بالكبده. معناتها واحد شدوا اكثر وقت باش نقلو كعبتين البطاطا هذوكم وبعديك نخلطوا المكونات نتاعنا الكل. هكا كنتحصلوا على طاجين مزيان وساهل وفيسع فيسع يحضر. الطاجين نتاعنا اليوم باش نعملوه بالتوك، خديتو زباكوات توك هما اللي باش نقد بهم الطاجين نتاعنا. البطاطا ماذا بيكم كي تقصوهم جويدين على الاخر، هكا كيكون منظرهم مزيان اكثر. وباش كي نجي باش نقليهم باش نحط لهم شويه كركم كيف كيف باش يجي الطاجين نتاعنا مزيان. و نحطوا لهم زيادة رشه ملح. سمات زيادة 4 كعبات عظم، باش نقصهم زيادة في الطاجين متاعنا. والعظم النية هكا حطيت بجنبي كمية، وكل مرة باش نبدا نحط ونشوف يعني تزازيني ولا لا. بالنسبة للجبن تعملوا اي نوع تحبوا، انا عندي جبن رابي وخديت هذاك تريانجل، وعندي القوطة. نجموا زيادة تستغنوا على الزيتون وتخلوا كبار كهو، وإلا تعملوا الزيتون تستغنوا على الكبار كما تحبوا. حاولت نعمل معاكم الطاجين هذايا خاطره ساهل ومزيان في نفس الوقت، واحد يزين به الطاوله نتاعو، يشبه في المنظر نتاعو يشبه الطاجين الورقه. معناتها ديجا وكا عندي في القناه انا عملته قبل. بالنسبه للكركم، انا الحق نتاع ربي ديما الطواجن نتاعي نحب نحط فيهم الكركم، يعطيهم منظر مزيان ويزيد يبنن زاده. البطاطا قبل ما نقليها وكا حطيت لها شويه كركم ومن بعدش نقليها ونوريهاكم كيفاش حاضره وصايي. هذوما المكونات متاعنا بريسك الكل كيما قاعدين تراو. عندنا الطن، البطاطا، عندي 4 كعبات عظم مسموطين، عندنا التيو كيما قلت لكم، وعندي هذوكم شويه كركم، شويه فلفل اكحل، شويه تبلو كرويه، وشويه نعناع شايح. الملح مانيش باش نحط بالكل خاطر الزيتون والكبار والطن بريسك مالحين، حتى تيوك زيادة راهو مالح. الطن الكميه اللي تحبوا تحطوها حطوها، معناتها بالعين انتوما وما تحبوا. الجبن كيف كيف، الجبن انا حكاية 100 غرام، وطن كيما نقولوا كيكا انا حكة الكبيرة خديت فيها 400 غرام، خليت منها كيما نقولوا حطيت اكثر من الشطر 300 غرام كيكا 280 غرام، والبقية خليتهم. حطينا الطن والبطاطا، حطينا الفاحات، شوية كبار، شوية زيتون، القوطة حطيت حكة كاملة، قوطة الحكة الصغيرة مش الكبيرة. نجموا تزيدوه زيادة شوية سطم شوية يجيك مبنين برشا، نجموا تزيدوه شوية معدنوس، كيما تحبوا. الجبن هذاك ماهوش مالح، جبن عادي معناتها. خديت الماركة هذيك لوندور جبن ايمونتال حاسيلو. وهوني عندي جبن تريونغل، زيادة جبن تريونغل يبنن برشا برشا التواجن. والعظام المسموطة كيما تحبوا، تعملوا 3 كعبات، كعيبتين، 4 كيما تحبوا. وبالنسبه للبطاطا الكعبتين اللي حطيتهم متوسطين، ماهمش كبار برشا وماهمش صغار. العظم انا حبيت نعملها هكا بلي نبرشوا بها السفناري هذيك والجبن باش تجيني جويده على الاخر. هو في الطاجين قد ما تجودوا الحاجه مثلا كيما البطاطا تقصوها جويده ولا العظم ولا كذا، من بعد الطاجين نتاعكم كي تقصوه ما يتفتفتش، خاطر كي يبدو المرسوات خشين مثلا العظم ولا البطاطا تبدا هكا مقصوصه خشينه، كي نجي نقصوا في الطاجين تحسوا هكا مفرول، يعني
تبدا المرسوات خشين، القصه تجي خشينه، فهمتوا؟ هوني كي حطيت في البول هذيك خاطرش ما انت تعبيت لي هذيك، ما نجمتش نخلط فيها ونحط العظم، بخي فرغت غاديك. هذا من المكونات نتاعنا بريسك الكل، باش نزيدوهم كان العظم ونخلطوهم ونحطوهم في الطبق نتاعنا. العظم هذوك مكعبتين، وباش نزيد حكاية 4 بين 6 ل7 كعبات عظم، معناتها ما مش برشا. 4 5 هاني قلت لكم تنجموا تعملوا حتى أكثر. وردوا بيكم تحطوا الملح، ديجا قلت لكم الزيتون والكبار والثوم مالحين معناتها، وحتى التيوك زاده بسكويت التيوك هذاك راهو مالح. نجموا تعملوه راه من غير التيوك يجي عادي هكاكا معناتها، يجي حتى طاجين ملصوقه تحطوا له اوراق الملصوقه يجيكم طاجين بنين برشا زاد. ان شاء الله نهار نعمله لكم. ونجموا نعملوه زاد الخليط هذايا الحشو هذا، نجموا نعملوه طاجين ورقه زاد يجينا بنين يهبل زاد. حاسيل وصلنا توا 7 كعبات عظم هذوكم هكا هاو. بالنسبه للطبق نتاعي هذاك 20 على 30 دهنته بالزبده، وباش نحط فيه كعبات التيوك نتاعنا ملوطه، باش نعمل كوش ملوطه وكوش من فوق، مانيش باش نكثر تيوك، مش باش نعمل مثلا 3 ولا 4 طبقات، دوبا الكوش اللوطانيه والفوقانيه. هوني التيوك حطيته بالصوص هذا، ومن بعديك باش نقلبه، ما حبيت نقلبه نعمل الكوش هذه تكون من برا معناتها. ديما ننسى باش نحطوا سيلونسيو التليفون كي نجي نتكلم نحصل. الحاسيلي هنا قدينا كعبات التيوك كلهم، خديت يعني استعملت باكو كامل، والباكو الثاني باش نحطه من الفوق، يعني زوز باكوات اكاهو. هوني الحشو نتاعكم ماذا بيك متهزوا بمغرفه وتحطوا بشويه، يعني بشويه بشويه حتى تكملوا تعبوا تبقى، على خاطر كان تهزوا كميه الكل تصبوها وتبتسوا فيه بالمغرفه راهو التيك الكل يتحرك لكم من اللوط. هاكا هزوا بشويه وحطوا. انا حبيت نخلي هيك من البارتي هذه باش تشوفوني كيفاش حطيت. غلطه كبيره كان تصبوا الكميه الكل وتحركوها، التيك الكل يتحرك من بلاصتو ويتفرع سكم المنظر نتاعو. احنا هوني نحبوا نعملوا طاجين منظروا مزيان وبنين بالطبيعه، المكونات اللي حطيناهم الكلهم يبنوا منظروا مزيان نزينوا به الطاوله نتاعنا. وبالنسبه للفور، شو بنتي اش عملت فيا هاكا تبيبي وتعملكم باش تعملكم توا قلب اخسر الحاسيل، وما حبيتش نقصهم حبيتكم تشوفوهم. الحاسيل وقلنا توا بعد ما سويناه الطاجين وصايب باش نحطه في الفور على 150 درجه، باش نشعل عليه كان من لوطه. يعدي حكاية نصايب ساعة، ومن بعد نزيدو حكاية 5 6 دقايق من فوق دوبا باش يحمر هكا شوية وكهو. ما تشعلوش عليه من الفوق ومن اللوطة، خاطر كعبات التيوك من فوق ينجموا يتحرقوا بسهولة. هاكا خليوه من اللوطة اكهو حكاية نص ساعة، ومن بعد زيدوه درجين هكاكا من فوق دوبا يحمر شوي وكهو. ويحضر الطاجين نتاعنا المزيان اللي قلت لكم عليه، هكا باش نحاول نزينه لكم من الفوق باش يعجبكم وتجربوه. بريسك هوني سايي طابو سايي، خليته برد بالطبيعه. هذيك شويه فروماج معناتها اتارتيني، خديت نوع ذاك فريدو باش نحط له شويه كليلو زعتر وشويه فلفل اكحل نحركهم، وباش نحطهم في البوش وباش نزين بهم من الفوق. بالنسبه للحاجه هذه اختياري، ماذا بكم تعملوها تعطيكم منظر مزيان على الاخر. بما انه توا ان شاء الله رمضان على قريب، واحد هكا يحب يعمل حويجه يزين بها الطاوله نتاعو، وفي نفس الوقت تكون بنينه ومنظرها يشهي. وتنجموا راهو تقصوهم حتى اصغر من هكا وتعملوهم كوم سالي معناتها، يتقصوا صغار بالكدا ويجوا يزينوا محلى مزيانين محلاهم يجي. وباش نحط لهم من فوق خديت باكو تيوكا الكعبات الصغار على الاخر باش نزين بهم من الفوق. نجموا تحطوا حتى زيتون مقصوص، تحطوا كبار، تحطوا شويه معدنوس، تحطوا ترونش صغيره متاع قارص، تحطوا تومات سويس اللي تحبوا، تعملوا اي حاجه المهم تكونوا راضين عليها وعاجبتكم. هاكا سيد طاجين متاعنا المزيان حضر. وباش نقصه لكم وتشوفوه كيفاش جاني منظرو يعمل 66 كيف وبنين زاده، ريحه الطن فاوحه وريحه التيوك زاده محلاها خرجت. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه.
تحطوا لي كومنتير مزيان وتعملوا لي جيم، واذا كان اول مره تشوفوا القناه متاعي هاكا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتعملوا ابوني للقناه. هكاكا تبقوا ديما تتبعوني، وكل ما نهبط حاجه جديده توصلكم نوتيفيكاسيون وتدخلوا تشوفوا الفيديو. ريتو لون الكركم مزين معناتها عطيه منظر مزيان على الاخر. ديما انا ماذا بيا الطاجين نحط فيها الكركم. هاكا سي قصيتو، اغزروا المرسوم محلاه مزيان وبنين على الاخر، حاجه تعمل 66 كيف. ريتو هاكا زينتو في الصحن كما قاعدين تراو فيه، حاجه ناجحه على الاخر وسهله، مكوناتها بساط على الاخر، الطن والحاجات الكل هم معناتها ساهلين. نخلطوا كل شيء مع بعض ونحطوا تشيك ونحطوه في الفور. حاجه سهله بنينه وفيسع فيسع تحضر، خصوصا كما قلت لك يبدا واحد مزروب وعنده هكا فطور ولا عشاء ولا عنده ضيف ولا رمضان، فيسع فيسع يحضر له ما فيش. تنجموا حتى البطاطا تستغنوا عليها، راه عادي يجي طاجين من غير بطاطا. وتوا مبقالي كان باش نقولكم ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، تجربوها وتحطوا لي ارائكم، وهكاكا نفرح انا اللي نتوما قاعدين تشجعوا فيا، ونبقى ديما نهبط لكم حاجات بنين ومزيانين وفي متناول الناس الكل. شوفوا اكل طاجين يعمل 66 كيف. هاوكا زينوا، حطوا خاصه من اللوطه ولا كعبه ليتو زينوا بها الصحن نتاعكم. هاي باي باي، بسلامه الناس الكل.